السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتكم ديليتيا كويزين. اليوم غدا نقدم لكم كريم باتيسير. كريم باتيسير غني عن التعريف، له عدة استعمالات كنحتاجوه لصنع الملفاي، الشنيك، كرواسا، الكيك، حتى التيراميسو. اكيد كنحتاجوه في الباتيسري. ان شاء الله لاعداد هذا الكريم غنحتاجو 4 عصفر البيض ونصف كاس مايزينا ديال الذرة ما يعادل 40 غرام، كاس ديال السنيدة ما يعادل 120 غرام، نص لتر ديال الحليب، قشرة الحامض، 1 كيس الفاني. غناخدو واحد الكاسرونه نخويو فيها الحليب ديالنا ونوضعو فيها الكيس ديال الفاني ونزيدو فيها واحد القشرات ديال الحامض، شي 4 طريفات ولا 5 ديال القشره ديال الحامض، غير الصفر ما نديروش داك البيض باش ما يطلقش لينا داك المرار. كنشعلو على البوطه وكنديرو هذا الخليط باش كيغلى، كنشعلو عليه حتى كيوصل لدرجه الغليان وكنطفيو عليه باش نخدمو به. كناخدو واحد السوبيره وكنحطو فيها 4 تاع الصفر ديال البيض. هذاك البيض تنحطوه على جانب حتى كنخدموه في وصفه اخرى باش ما نلوحوش، اولا نوضعوه في الثلاجه حتى نحتاجوه. كناخدو داك 4 تاع الصفر ديال البيض وكنضيفو عليهم كاس ديال السنيده، كاس ديال السنيده، وكنحركو الخليط، تنحركو مزيان حتى كينسجم لينا داك السكر مع البيض. وكنضيفو ليهم المايزينا، 40 غرام ديال المايزينا ما يعادل نصف كاس ديال المايزينا. كنغربلوه في نفس الوقت كنغربلوه وكنحركو، نغربلو ونحركو حتى كنكملوا هاد الكميه. كيكون ساجم لينا البيض مع المايزينا مع السكر. في هاد الاثناء تيكون الحليب ديالنا وجد. كنجيبو داك الحليب وكنخويو شويه شيئا فشيئا، ما تنخويوش كلشي دفعه واحده باش داك البيض ما تيخسرش لينا، عر كيبدا كيسخن بشويه بشويه. كنقسم داك الحليب تقريبا على 3 المرات، كنبقى نخوي بشويه بشويه وكنحرك حتى كنكمل ديك الكميه كامله اللي عندي، وكنعاود نرجع هذاك الخليط كامل في الكاسرونه ونرجعو فوق العافيه كمل الطياب ديالو. غير هي واحد الملاحظه مهمه، من نرجعوه فوق العافيه خصنا نبقاو حدا الكاسرونه وحنا كنحركو، وحنا كنحركو كتلاحظوا باش منا كيف كتبدا تبان لك الكريمه هكا بدات كتجمع، بدات كدير داك البواقات، كنطفيو عليها وكنحيدوها دغيا من العافيه. تيكون وجدت لها واحد سوبيره سبق ليا وضعتها في الفريغو باش تكون بارده، باش تبرد ليا الكريمه دغيا، لان خصني نبردها دغيا ما حدها يلاه باقا نهبط لها درجه الحراره ل50 باش كتعطي داك البريو. كنرشها بواحد شويه ديال السنيده وتنغطيها بداك البلاستيك الغذائي. كنحاول داك البلاستيك نهبطو عند الكريمه، ما نخليش داك الهواء ما بيناتهم. كندخلها الثلاجه واحد نص ساعه ولا ساعه كتكون واجده. هذا هو الشكل النهائي للكريمه ديالنا. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجباتكم ما تنساوناش من التعاليق والاشتراك واللايك، وما تبخلوش علينا من رحمه الوالدين. والى اللقاء، نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.